السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هكلمكم عن ازاي تلموا كل المتراكم عليكم، وازاي تستغلوا فترة المراجعة النهائية بذكاء وتقدروا تجيبوا فوق ال90%. اسمع بقى، الفيديو ده تقريبا اهم فيديو في السنة كلها تسمعه، فلو دخلت الفيديو فانت من المحظوظين. ليه؟ لان انا هديك الزتونة اللي محدش هيقولك عليها. طيب مبدئيا كده، اول حاجة الفترة الجاية فترة المراجعة النهائية. طيب لازم تحدد فيها أول 3 مواد. يعني إيه أحدد فيها أول 3 مواد؟ بص، أي حد بيراعي ربنا لو أنت سألته على حاجة هيقولك. طيب لو سألته في إيه؟ لو سألته هل إن أنا ينفع أسمع شرح المراجعة النهائية من غير ما أسمع الشرح بتاع أول السنة لأن أنا ما بدأتش خالص، هيقول لك ايه؟ هيقول لك مبدئيا كده لو انت ما سمعتش الشرح بتاع اول السنه فمستحيل يمشي معاك الشرح بتاع المراجعه النهائيه. دي الحقيقه. طيب ليه؟ لان الشرح بتاع اول السنه بيبقى شرح تفصيلي، انما الشرح بتاع المراجعه النهائيه بيبقى شرح كروته، يديك في المهم. بس عايز واحد طبعا مذاكر قبل كده، فانت لسه ما ذاكرتش قبل كده، فالحل ايه؟ فانا هقول لك أهو. طيب هتحدد 3 مواد. ايه هما ال3 مواد دول؟ المادة الأولى فرنساوي. الفرنساوي لو سمعته في المراجعة النهائية هو اللي بيتشرح أول السنة، لأن المادة مش كبير، فتقدر تسمع شرح المراجعة النهائية من غير ما تكون سمعت الشرح بتاع أول السنة. أدا مادة. تاني حاجة تشترك مع جيو ماجد إمام وتسمع الشرح بتاع المراجعة النهائية من غير ما تسمع الشرح بتاع أول السنة، لأنه بيشرح بالتفصيل ومن الآخر. إزاي؟ بيشرح لك شرح المراجعة النهائية شرح تفصيلي بس بيبقى سريع في الشرح، بس بيشرح لك نفس المنهج بالملي ومش ناقصه حرف، ده غير الحل بتبقى مدعكة. طيب الانجليزي سواء انجليشاوي سواء دكتور انجليش بيشرحوا شرح المراجعة النهائية بالتفصيل، لان برضه الانجليزي من المواد اللي هو ثوابت معروفة. يعني هتشرح باست سيمبل باست كونتينيوس، مستحيل ينقص في حاجه، مستحيل، ما بيتنقصش في حاجه، هو الكلمات كده كده عليك انت حافظها. طيب انت كده حددت 3 مواد تقدر تبتدي فيهم من دلوقتي مع زمايلك عادي: انجليزي، فرنساوي، جيولوجيا. طيب ايه المواد اللي لو سمعتها ما سمعتهاش اول السنه ما ينفعش تسمعها في المراجعه النهائيه على طول؟ فيزياء، عربي، كيمياء، احياء. 3 مواد اللغات ومعاهم العربي. ليه؟ استاذ رضا الفاروق في المراجعه النهائيه كان بيكروت كميه كروته رهيبة ما حصلتش. ليه؟ ده الراجل كان ما شاء الله معدي ال50 سنة، ربنا يديه الصحة يا رب، وبيقف يشرح لك ب9 ساعات، ومن كبر العربي المادة مش مقضية، هو هيجيب لك وقت منين؟ هيعمل لك أكتر من كده. هو بيكلم الطالب اللي كان مشترك معاه من أول السنة ومذاكر العربي، ودلوقتي بقى بيشوف لك المهم في المراجعة النهائية. فطبعا عايز واحد كان مذاكر من اول السنه. طب الحل ايه؟ بص تعالى اديك حاجه حلوه. تعالى يا عم ما تتكسفش. اول حاجه استاذ بسطها لك. ماله بقى؟ استاذ محمد صلاح، ربنا يمسيه بالخير يا رب، كان عامل لنا، الله اعلم انتوا رزقكم ايه انا مش عارف، بس هو كان عامل لنا مراجعه نهائيه فيها الشفا، لان انا اصلا ما كنتش مظبط العربي خالص. كان عامل مراجعه نهائيه تفصيليه حرفيا. لو انت ما تعرفش حاجه في العربي، في مراجعتنا النهائيه لملنا الدنيا في اخر شهر. طيب الدنيا ايه السنه دي؟ الله اعلم. بس انا كده ضفت لك العربي ان مع استاذ محمد صلاح بسطتها لك. لو عمل مراجعه نهائيه اشترك معاه على عماد، على ضمانتي انه هيلم لك العربي بكل ما فيه حتى لو انت ما تعرفش في حرف. طب حلو الكلام ده. فانت كده ضفت العربي لل3 مواد التانيين. بقى كده عندك فيزياء، كيمياء، احياء. اغيثونا. عايز كمان حاجة؟ طب تعال. دكتور كورلوس. دكتور كورلوس ماله؟ دكتور كورلوس ولا كيرلس ولا مش عارف النطق بتاع الاسم صح، بس انا بقول كورلوس. فدكتور كورلوس مراجعته النهائية بيشرح الباب شرحا تفصيليا مش ناقصه فتفوت. بجد الكلام ده بجد. وبيشرح لك وبيحل لك، وما بيبقاش اي حل، لا ده بيبقى من كتاب المراجعة النهائية،
من كتاب المراجعة النهائية مثلا بكتاب الامتحان، فبيحل لك دلوقتي على الأسئلة اللي هي في كتاب الامتحان، فهيبقى الشرح ناقص ازاي؟ لا ومش بس كده، ده هو بيشرح لك الفكرة وبيحل لك عليها أسئلة. تخيل انت عندك كام فكرة في الفيزياء؟ معدية ال10,000 فكرة حرفيا. هو بيشرح لك كل فكرة وعليها سؤال حل، كل فكرة وعليها سؤال حل، يعني ما بيسيبكش ناقصك حرف في الفيزياء. فتقدر لو انت ما تعرف ميح فيزياء، حمار فيزياء، ما تعرفش حاجة في الفيزياء، فدكتور كرولوس يقدر يخليك تلم الفيزياء كلها معاه بالتفصيل في المراجعة النهائية. فانت كده ضفت الفيزياء. طيب اتبقى لك دلوقتي كيمياء واحياء. مراجعة الدكتور عبد الله الحبشي هل بالتفصيل؟ لا، شهادة لله ما كانتش بالتفصيل، ما كانتش تخلي الطالب اللي ميح يقدر يلمها زي ما قلت لك باقي المدرسين. فللأسف الأحياء هتضطر تسمع شرح الموسوعة محمد صالح بتاع أول السنة خالص، المنهج كامل. واللي انت مستصعبه انا كنت حاسبها على سنتك او 27 ساعة بالظبط. 27 ساعة لو انت قسمتهم على الاسبوع مفيش، يعني مفيش تقدر تقعد عليهم طول اليوم. يعني مثلا في الباب هتخلص لك في اليوم هتخلص لك فصلين عادي جدا. فانت كده لميت الاحياء بسهولة رهيبة. طيب الكيمياء هي دي بقى المشكلة حرفيا. دكتور عبد الله الحبشي كان بيعتمد ان هو شرح اول السنة، فكان بيدينا المهم بس بأمان. طيب الحل فيه ايه؟ الحل انك تقسم الكيمياء على وقت معين. هما كانوا 36 درس، فانت تدي ال36 درس دول 10 ايام. 36 درس دول تدوم 10 ايام، 36 على 10 فيها 3.6، يعني 3 دروس ونص في اليوم. لو انت بتذاكر مثلا 16 ساعة في اليوم، ودي تقدر تتعمل، انت مش في فترة الدلع خالص سيادتك. كفاية ان بنجيب لك حلول دلوقتي عشان نصلح لك اللي انت ضيعته اول السنة. فكمان ما تقوليش مش هقدر اذاكر المدة دي، يعني يبقى عيب الكسف على دمك سيادتك. فايه، هتقعد تذاكر 3 دروس ونص. طب خلصت بس، يلا بينا، انت خلصت كل الدروس، كيمياء، فيزياء، احياء، جيولوجيا، عربي، فرنساوي، انجليزي، خش مع اصحابك مراجعة نهائية. انت لسه طالع طازة، مخلص المواد طالع منها طازة، هتخش على مين؟ على المراجعة النهائية. المعلومات عندك طازة، المدرسين بيشرحوا بقى تفصيلي مش تفصيلي في باقي المواد، انت مش فارق معاك، انت مش فارق معاك. المراجعة النهائية بمعنى ايه؟ بمعنى الاسئلة، الشوامل، الحل، انت تلحق بقى تظبط معاهم الدنيا. طب انا ما حلتش في اول السنة كتير، حل معاهم في المراجعة النهائية، ولو بقى معاك وقت حل من اسئلة اول السنة. طب حلو ده، لان اسئلة اول السنة برضه كانت اسئلة تفصيلية، مثلا على الدرس ممكن تلاقي بال92 سؤال، انما في المراجعة النهائية اكيد مفيش الكلام ده. طيب حلو ده، هل بقى انا معايا الوقت ده كله؟ اه معاك. ما المراجعة النهائية هما يخلصوها امتى؟ المراجعة النهائية لسه قدامها شوية وقت، ده هما لسه بادئين فيه. على ما يخلصوها تكون انت خلصت كل المواد وتلحق تراجع وتحل. وطبعا في فرق بين المواد في الأيام، فتقدر تستغل برضه الأيام دي وتقدر ساعتها تلم كل المواد حرفيا. أنا دليتك على الطريقة، لو انت ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة، فبالطريقة اللي قلتلك عليها دي انت تقدر تلم ال7 مواد. خدها تحدي واعمل اللي قلتلك عليه ونفذه بالحرف الواحد، وساعتها هتلحق ان شاء الله وتدعيلي. وبس، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.